يا أخي تعبنا، قسم بالله طفشنا. قسما بالله تعبت أكثر منك. حتى ذي المسكينة ما حد يرحمها. لقيتها. اي والله هاتها، خلنا نرتاح. أختي ممكن عباتك شوي محتاجينها؟ عبايتي؟ وش تبغى فيها؟ يا أختي والله نبغى مصلحتك عشان نطلع من هالورطة اللي احنا فيها. تعال امسك معي. انتم اللي دمرتم علينا حياتنا، حرمتوا علينا كل شيء جميل، الأغاني والموسيقى والاختلاط، حتى الصلاة لو ما أصلي حكمتوا عليه كافر. أنا تحملت كثير علشانكم، قلتوا لي اصبر وصبرت، الين خلاص والله تعبت. صرت في المجتمع منبوذ، صرت المجتمع إرهابي. تعبت من نظرتكم لي وتسلطكم علي. خلاص أنا لازم أكون حرة وما لأحد سلطة علي. أبي أسافر على راحتي وأصادق الإنسان اللي أحبه وأختاره بنفسي. دفنت جمالي تحت هالخيمة السوداء. على فكرة ترى كل الأشياء اللي حرمتوها علينا طلع فيها أحاديث ضعيفة. خلاص احنا كبرنا وتعلمنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم